هل عمرك سألت نفسك أنا شغلي آمن؟ في الفيديو ده هنكشف الحقيقة الصادمة. الذكاء الاصطناعي مش جاي يساعدك، ده جاي ياخد مكانك. في خلال كام سنة ملايين هيقعدوا في البيت، وانت ممكن تكون واحد منهم. انت مش في فيلم خيال علمي، انت في بداية النهاية. مش نهاية العالم، لكن نهاية الوظائف. في سنة 2030 التغيير بدأ، وفي 2040 الناس فهمت الحقيقة. الذكاء الاصطناعي مش بيشاركنا، هو بياخد مكاننا. اسمحني أقول لك الحقيقة، وظيفتك مش آمنة. ولو فاكر إنك مختلف، كمل الفيديو وشوف بنفسك. المرحلة الأولى، الوظائف اللي راحت بالفعل 2023. في المرحلة دي الذكاء الاصطناعي بلع حرفياً ملايين الشغلانات. خدمة العملاء، بوت بيجاوب أسرع، أهدى. الترجمة، برامج زي GPT وديب ال بقت تترجم أحسن من مترجمين بشر. التصميم البسيط، أدوات زي كانفا AI ودال إي بقت تطلع لوجوهات وبوستات كاملة في ثواني. وكتابة المحتوى، شركات إعلامية فصلت كتاب حقيقيين وخلت الذكاء يكتب بدلهم. المرحلة الثانية، الوظائف اللي تحت التهديد 2030-2040. أكتر من 70% من الشغلانات الحالية ممكن تختفي خلال 15 سنة. تعال نشوف. المحاسبين، برامج AI بتحلل وتقارن وبتعمل تقارير مالية من غير غلطة. نظم ذكاء بتحلل القوانين وتكتب مرافعات في أقل من دقيقة. الصحفيين، أخبار بتتكتب بالكامل بالذكاء، حتى العناوين بقت أنسب للترند. المعلمين، تطبيقات بتقدم محتوى تفاعلية مخصص لكل طالب، أفضل من نظام واحد للجميع. المهندسين البرمجيين، الذكاء بيكتب كود، بيختبره وبيصلحه أسرع وأذكى. مرحلة الثالثة، الوظائف اللي انت مستبعدها تماما 2040-2050. وده أخطر جزء. الذكاء مش بس هيشتغل معاك، ده هيبقى انت. الأطباء، روبوتات بتعمل عمليات دقيقة، وأنظمة تشخيص بتعرف المرض بدقة أعلى من دكاترة بشر. القضاة، في دول حالياً بتجرب أنظمة ذكاء تحكم في القضايا بدون تحيز بشري. المبرمجين الكبار، أدوات أوتوكود بتكتب وتبني أنظمة كاملة من غير تدخل بشري. المخرجين والمؤلفين، الذكاء بيكتب سيناريوهات، يخرج أفلام ويخلق وجوه ممثلين مش موجودين. السؤال مش هل الذكاء هيحل مكاننا؟ السؤال الحقيقي، فاضل قد إيه قبل ما تبقى الوظيفة بتاعتك مجرد ذكرى؟ طب إيه اللي فاضل للبشر؟ في المستقبل البشر مش هيشتغلوا، هيتفرجوا على الآلات بتشتغل. بس الشطارة مش إنك تشتغل، الشطارة إنك تعرف تتحكم في اللي بيشتغل. الذكاء الاصطناعي مش عدوك، بس لو فضلت ساكت هيكون بديلك. فكر تاني، لأن الكرسي اللي قاعد عليه دلوقتي مش محجوز ليك للأبد. للأسف، خليني أقول لك الحقيقة الصادمة، الذكاء الاصطناعي هيقاعدك في البيت.